أهلا بكم أعزائي المشاهدين في قناة مارجو مامز كورنر مع تيتا ميري والأكل الصحي. النهاردة حبايبي هنعمل مع بعض البانيه بطريقة سهلة وبسيطة وحلوة قوي قوي. هنجيب الفراخ هنجيبها بالعظم بتاعها والجلد بتاعها وهنخليها قدامكم في منتهى البساطة بطريقة سهلة وحلوة قوي قوي. وهنعمل الفراخ البانيه بتتبيلة خطيرة خطيرة حلوة جدا جدا، طعمها بأمانة ربنا رائع، حلوة جدا جدا وما تفكش منك وتبقى في منتهى الطعام. اهو ماركو وفيرو هيساعدوني فيها. بس دلوقتي اهو الباكيتة بتاعة الفراخ، هي اوراق فراخ، ممكن تكون صدور ممكن تكون اوراق حسب اللي انت حباه يعني. انا دلوقتي فتحت الباكيتة وغسلت الفراخ بالمية بتاعة الحنفية العادية وصفتها حلو جدا جدا. ودلوقتي بنخليها، هو برضو بيساعدني في خليها ماركو. بنشيل العظم منها وبيشيل الجلد منها بطريقة سهلة وبسيطة جدا جدا. وبعد كده بعد ما بيشيل الجلد والعظم بنقسم الربع، بنقسمه على نصين قطعتين بالشكل ده، يعني في منتهى البساطة، حاجة حلوة قوي قوي وبسيطة وسهلة. وطبعا لما بنجيبها الفراخ بنجيبها بالعظم بتاعها والجلد بتاعها واحنا اللي بنخليها في البيت، صدقيني بأمانة طعمها بيبقى أحلى وبتبقى أوفر كمان، بتبقى أرخص وأحلى وكل حاجة. ومش بتاخد مجهود يعني كتير ومش بتاخد وقت كتير خالص خالص. اهو يعني زي ما انت شايفة ماركو كده شال الجلد بتاع الورك، وبعد كده العظمة برضو بتاعت الورك بتبقى بتتشال في منتهى البساطة، سهلة جدا جدا. وبعد كده بنخلي الفراخ ببساطة، حتى لو كانت الفرخة على بعضها أنا خليها لك قبل كده أكتر من مرة، في منتهى البساطة سهل جدا جدا. بس تكون سكينة حامية وتعمليها في منتهى البساطة. وبعد ما خلينا الباكيتة بتاعت الأوراق بتاعت الفراخ، دلوقتي حطيت بالقطعة كده وبندقها بالمدق بتاع البفتيك. اهو يعني في منتهى البساطة سهلة جدا جدا. هنعمل الكمية كلها. وبعد كده عندنا بصلاية هنبشرها، وعندنا الخل هنحط برضو معلقة خل مع البصلاية المبشورة، مع رشة من الماجي، رشة من البابريكا، رشة من جوز الطيب، رشة من الفلفل الأسمر، ورشة ملح قليلة على أساس إن الماجي فيها ملح. وهندعك الفراخ حلو جدا جدا وهنسيبها حوالي نص ساعة ساعة، لو يعني عندك وقت تبيتيها في التلاجة يبقى أفضل. وبعد كده دلوقتي بقى جبنا البيض، طبعا حسب كمية الفراخ اللي عندك. احنا على الباكيتة دي كسروا 4 بيضات الأولاد، كسروا 4 بيضات وحطوا عليها رشة من اللبن، أي نوع لبن يكون عندك. ودلوقتي عندنا شيبسي هيتدقوا أو هينعموا شوية شيبسي بأي فليفر انت حباه، ممكن تعمليه، هيبقى طعمه حلو جدا جدا. هما الولاد حبوا ان هما يعملوه بالشيبسي، قالوا لي لا احنا شفنا فيديوهات على اليوتيوب ان هو البانيه عاملينه بالشيبسي فاحنا عايزين نجربه. فعلشان كده اخدوا شوية من الشيبسي الفليفر اللي انت حباه وحطوهم في الباج كده وبيدقدقوهم بالمدق بتاع البفتيك. ما يبقاش ناعم جدا زي البودر ولا يبقى خشن، لا يعني يبقى في الوسط، على أساس إن هو يلزق في قطعة البانيه لما تحطيه فيها. فدلوقتي بقى بعد ما هيدقوا كده الشيبسي، دلوقتي أنا كمان عندي البقسماط اللي أنا بعمل بيه البانيه، هحط برضو منه شوية عليه على أساس ما يبقاش كله من الشيبسي، لا أهو في الطبق أنا حاطة شوية من البقسماط، هو اللي قدامك ده البقسماط وشوية من الشيبسي. ودلوقتي بقى عندي كمان الطبق التاني فيه دقيق أبيض، فبناخد قطعة من الفراخ اللي متبلة وبننفضها من التتبيلة بتاعتها وبنحطها في الدقيق الأبيض وبنضغطها، لازم نضغطها حلو. وبعد كده هنحطها في البيض باللبن بالبهارات الجميلة اللي احنا حاطينها فيها،
بنبقى برضو بنحطها من الناحيتين بالشكل ده، وبعد كده بناخدها زي ما مارك كده هيعمل، وهنحطها في البقسماط والشيبسي اللي متكسر، وبرضو لازم نضغطها ضغطة حلوة. وبعد كده هنحطها في الصينية. هنعمل الكمية بتاعتنا كلها بالشكل ده برضو زي ما شايفين في الفيديو. بناخد القطعة الفراخ وبنفضها من البهارات بتاعتها وبنحطها في الدقيق الأبيض وبنضغط عليها، وبعد كده بنحطها في اللبن بالبيض والبهارات، وبعد كده بناخدها من اللبن والبيض والبهارات وبنحطها في البقسماط بالشيبسي المتكسر وبنضغط عليها حلو، وبعد كده بنحطها في الصينية. هنعمل الكمية بتاعتنا كلها بالشكل ده، وبعد ما هنخلص خالص هندخلها التلاجة. وما بنحطش الكمية، يعني ما بنحطش القطع فوق بعضها، لا بنحط القطع جنب بعضها. ولو هي انت عاملة مثلا كمية كبيرة ان انت تخزنيها في الفريزر او كده، برضو قبل ما تتحط في الفريزر لازم تتحط في الرفوف العادية، بس تتغطى بالبلاستيك بتاع الطعام او بورق الزبدة، بحيث ان هي تجف منك. وبعد كده ممكن تكيسيها وتحطيها في الفريزر تقعد عندك بالشهور ما يجراش اي حاجة، وتطلعي منها تقلي او تحطي في الفرن. بأمانة هتبقى خطيرة في الجمال، يعني حلوة جدا جدا. يعني يوم أجازتك ممكن تعمليها كده، لو انتي بتشتغلي ممكن تعملي الكمية اللي انتي حباها. ممكن بتبقى فراخ كاملة على بعضها وبنخليها، وانا خليها لك اكتر من مرة في القناة بطريقة سهلة وبسيطة جدا جدا، بس بتبقى السكينة سكاكين حامية، وبنعملها في منتهى البساطة. وتعملي الكمية بتاعتك وتحطيها في الفريزر تقعد عندك فترة طويلة. ودلوقتي بقى بعد ما خلصوا الكمية دي، خلصنا الباك كله، دلوقتي احنا هنقليها. فدخلناها التلاجة حوالي ساعة أو ساعتين، وبعد كده جبنا الطاسة بتاعتنا وحطينا فيها الزيت. وبعد ما حطيت كمية الزيت بتاعتنا حطيت معاها معلقة من السمنة، بتديها ريحة كده حلوة وتديها طعم مميز وجميل. وهتتقلى بالشكل ده اهو، يعني حاجة رائعة حقيقي بأمانة. طعمها حلو جدا جدا ومختلف. والشيبسي كمان اداها طعم كده حلو. ولما كمان بتبقى كل ما الشيبسي بتبقى النكهة بتاعته قوية، طبعا بالطعم اللي انت حباه. في طبعا زي ما احنا عارفين ان الشيبسي فيه فليفرات كتير، فيه بالليمون، فيه بالبابريكا، فيه يعني في كتير حاجات كتيرة. أنا حقيقي مش مجمعة دلوقتي إن أنا أقول لك. طبعا احنا كلنا عارفين الأنواع بتاعة الشيبسي والفليفرات بتاعة الشيبسي. أو ممكن كمان عايزة تعملي بالشيبسي بس من غير أي نكهة، في السادة ممكن برضو تجيبيه وتكسريه بالشكل دوت وبتعملي بيه، هيديكي برضو نتيجة جميلة. وبعد ما بنقلي الكمية ممكن ان احنا مش تقليش الكمية كلها، ممكن زي ما بقولك كده تفرزي في الفريزر، او ممكن تحطيها في الرفوف في التلاجة في الرفوف، وبتطلعي منها بالطلب وبتقلي سخن. بأمانة يعني حاجة خطيرة في الجمال، طعمها حلو جدا جدا. فدلوقتي بعد ما الولاد ساعدوني في البانيه عملوه، بقوا مبسوطين ان هم ساعدوا في الاكله اللي هم بيحبوها، البانيه بيحبوه، فساعدوا فيها وعملوا بالفليفرات اللي هم حابينها في الشيبسي. واكله جميله وبألف هنا. باي باي.